ليبدأ القتال. أحمد الدرمكي لاعب جديد في الجوجوتسو مثل ما قال حمزة 3 سنوات. يبدأ النزال الآن جس النبض. نشوف أحمد مسيطر على وسط الحلبة وعزيز يحاول الآن وأحمد متحرك. نشوف الجمهور متفاعل. جس النبض واضح حمزة بين اللاعبين، بين أحمد الدرمكي. أحمد يحاول الآن اليمينية اللي قال عنها حمزة، اليمينية اللي أخبرنا بها حمزة الآن. الدرمكي يحاول، الدرمكي وعزيز الآن جس النبض في أول 30 ثانية. يحاول عزيز إسقاط رائع من عزيز، اسقاط رائع، مهارات الجوجوتسو من عزيز محمد. حلوه، توقعنا هذا الشيء عمار من البدايه، خاصه ان عزيز مو باول مره، عبد العزيز مو باول مره يشارك في ديزرت فورس، فنوعا ما متاقلم بهذه الاجواء. اكيد محمد. ثاني بطوله لعزيز، اول بطوله لاحمد. ونشوف الان هنا اعزائي الجمهور الحكم اذا طال الوقوف. طبعا عمار احنا نشوف ايضا هنا عالم عبد العزيز، فهنا محاوله يعني نوعا ما لايجاد يعني بس الخنقه ضعيفه محمد، ما راح يستسلم عزيز، ما فيها ايلام. طبعا اللي راح يسويه لو انا مكان احمد الدرمكي احاول اسيطر، الا ان الحكم يوقف النزال مره اخرى، لان احمد الان السيطره الكليه من عزيز مع محاوله خنق غير قويه، ضربات يمينيه من عزيز محمد. وضع سيء عمار لاحمد الدرمكي منذ بدايه اللقاء، وضع سيء لأن مهاراته بالجوجوتسو مثل ما أخبرنا حمزة بعد جديد في الجوجوتسو حمزة. الآن أعزائي المشاهدين السيطرة الكلية من عزيز، وحاول ضربات يمينية مش قوية. عزيز عليه الآن التخلص أو الحكم سوف يوقف النزال. الحكم سوف يوقف النزال مرة أخرى إلى وسط الحلبة. السيطرة الكلية من عزيز، الجثوم على الصدر. يجب ان يحذر ايضا احمد من محاوله للخنق او ما شابه. الان احمد يحاول امساك صحيح، الان اخذ الظهر والارم بار، استسلام بالثواني بالدقائق الاولى. عزيز الجليدان يتفوق على احمد الدرمكي بتثبيت الذراع باستخدام مهارات الجوجوتسو. بعد دقيقتين و16 ثانية من الجولة الأولى فاز اللاعب عزيز جليدان.